يزداد العالم سوءا والكل يطمع في السيطرة، حتى لو كان على حساب موت الناس مش مهم. المهم أن أحكم العالم وسيطر عليه. ولكن دايما هناك البطل الواحد اللي يقدر يقف ضد الأعداء وضد الشر في العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنكمل قصتنا الفرعون الحديث الجزء الثالث، بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. العالم بقى مريب وكله عايز يغزو الآخر عشان يسيطر. كله عايز حضارته هي اللي تسوق العالم بأي طريقة، حتى لو على حساب الناس وموتهم. بس أنا مش هخلي ده يحصل، وهقف قدام أي حد يجي على شعبي أو يمحو حضارتي الفرعونية مهما حصل. أنا لازم أخبي تكوين مراحل السلاح لغاية لما نقدر نشتغل عليه من تاني عشان نبقى قوة عظمى تحارب أي غزاة بكل سهولة. بيفكر العالم باموس كتير ازاي يقدر يكون منظومة أكتر سرية تقدر تشتغل على السلاح من تاني، وخصوصا بعد موت العالم حرحب المسؤول على المرحلة التانية في السلاح. واللي بيفقد السلاح تكوين مهم جدا وهي المرحلة التانية، وانه حاليا لازم يخفي المراحل كلها في مكان عشان يقدر يستقر ويجمع المنظومة عشان تشتغل مرة تانية. مبقاش واثق في أي حد حرفيا، ولكن افتكر باموس صديقه القديم نفر. هو عالم برضه، بس ما دخلش ضمن المنظومة اللي تبع الدولة لأنه كان شايف اختراعاته لا ترقى أنها تكون للدولة. كانت اختراعاته بسيطة ولكن ذكية جدا، وكان بيحب السلام والهدوء النفسي، ولكن شغل مع الدولة فيه ضغط وعصبية وتوتر طول الوقت. عشان كده كانت اختراعاته تعتبر لنفسه فقط، كانش بيشاركها مع حد. بيروح باموس لنفر المكان بيته وهو خايف وبيبص حواليه عشان ما يكونش حد بيراقبه. وبيفتح نفر الباب لباموس وبيتفاجأ إنه إيه اللي فكروا بيه بعد السنين دي كلها. بيدخل باموس البيت وبيشرح لنفر كل اللي حصل معاه، وبيشرح له وبيقول له على كل المعلومات السرية. بقالهم كتير ما تقابلوش، بس باموس كان بيثق في نفر ثقة كبيرة جدا. بص يا باموس، اللي انت بتقوله ده خطير جدا فعلا ومحتاج تفكير عميق. ازاي نقدر نخبي مكونات السلاح عن العدو وفي نفس الوقت نعمل منظومة سرية تقدر تكون السلاح؟ انت محتاج مكان الجن الازرق ما يعرفش طريقه، ومحتاج على الاقل 4 أشخاص عشان يقدروا يكونوا السلاح، واحنا 2 بس. يعني الموضوع صعب يا باموس، وانا ما عنديش حلول الحقيقة. انا اسف بس مش هعرف اساعدك يا صديقي. أحبط باموس جدا بعد اللي سمعه. كان فاكر إن صاحبه ممكن يساعده ويلاقوا حل سوا، لكن للأسف ما كانش فيه حل. بيخرج باموس من البيت وهو مكسور، مش عارف هيعمل إيه ولا إيه اللي هيحصل لو الأعداء قدروا يخلصوا سلاحهم قبل السلاح بتاعنا، وإزاي هيقدروا يواجهوا العدو. بس قبل ما يخرج باموس من الباب بيوقفوا نفر. أنا في خطة جت في بالي حالا، بس ما أعرفش هتنجح ولا لأ، بس طالما مفيش حلول تانية فمش هنخسر حاجة لو جربناها. نفر كان عنده فكرة عظيمة الحقيقة، فكرة خيالية، فكرة ما جاتش على بال حد قبل كده في الوقت ده. احنا عايزين مكان الجن الأزرق ما يعرفش طريقه ولا حتى يقدر يوصل له. طب لو المكان ده كان في زمان تاني، هل حد يقدر يوصل له؟ أكيد لا. البوابة الزمنية كانت فكرة سبع عصرها محدش عمره فكر فيها، بس نفر كان عنده فضول يشوف المستقبل قبل ما يحصل. قدر يوصل بمعادلات صعبة ودقيقة إنه يفتح بوابة زمنية يقدر يسافر بيها للمستقبل. ولكن المشكلة فضل نفر يحاول سنين بس ما نجحش، كانت دايما بتقف على معادلة مش قادر يوصل لها. شرح نفر الخطة لباموس وانهم لو قدروا يكملوا المعادلة اللي ناقصة يقدروا يكونوا منظومة سرية في مكان وزمن آخر، يقدروا منه يصنعوا السلاح ويرجعوا لزمانهم ويقضوا على الأعداء. وبمجرد ما يحصل ده لازم يدمروا البوابة دي تاني عشان ما يحصلش خلل في اتزان الكون. بس المعادلة الأخيرة هنوصل لها ازاي؟ فضلوا يفكروا كتير، وإن الموضوع مش سهل على الإطلاق. بناء بوابة زمنية هو حاجة من الخيال أصلا. هل يقدروا؟ وهل فعلا ممكن يعملوا حاجة زي دي ولا لأ؟ بس ما عندهمش حاجة يخسروها لو جربوا. وبعد ساعات من المحاولات ما كانش الموضوع سهل على الإطلاق، خد منهم وقت كتير، وللأسف ما عندهمش وقت. أخد باموس حباية تنشيط المخ اللي بتقدر تشغل المخ بكفاءة عالية جدا فوق ما تتخيل. الحباية فعلا اشتغلت وتوصل للمعادلة الناقصة، لكن البوابة ليها تحذيرات، مش بتفتح غير مرة في السنة، والعودة منها غير مؤكدة. وكشف البوابة دي عن طريق ناس من زمن آخر ممكن يعرض الكون كله إلى خلل وتدمير كل ما فيه. والسنة في الزمن جديد ممكن يكون يوم في زمنهم. يعني ما يقدروش بالظبط يحددوا هم محتاجين وقت قد إيه لصنع السلاح بسرعة عشان يرجعوا بيه للوطن بعد اكتمال تكوينه وتصنيعه. البوابة بتتفتح من تحت الأرض من مقبرة ملك عظيم وملهاش مكان تاني تتفتح منها. وبعد تعب ساعات كتيرة قدروا فعلا يفعلوا البوابة ووصلوا لمقبرة الملك اللي يقدروا من خلالها يروحوا زمن تاني. ما كانوش عارفين ايه مستنيهم في الزمن الآخر ولا هم رايحين فين بالظبط، وهيقدروا يجمعوا المنظومة السرية ولا لا في الزمن ده. باموس ونفر راحوا المقبرة ومعاهم تكوين السلاح، وفعلا فعلوا البوابة الزمنية
ودخلوا فيها، وما قدامهمش غير سنة واحدة فقط والبوابة تفتح تاني من الزمن الجديد. فلازم خلال السنة دي يكونوا السلاح والمنظومة السرية ويرجعوا بيه للوطن عشان يقدروا يحافظوا على حضارتهم. وصلوا للزمن الآخر سنة 2030. احنا فين ومين دول؟ عالم جديد ليهم، عالم باين عليه التطور بس بطريقة مختلفة تماما. عالم فيه زحمة رهيبة وعدد السكان زايد بطريقة مخيفة. هو احنا في مصر؟ دي مصر فعلا، الأهرامات اهي. بس ايه اللي حصل؟ ايه التغيير الرهيب ده؟ مش مصدق عيني. هي حضارتنا اختفت ولا ايه؟ يعني احنا فشلنا؟ لا، ما فشلناش، بالعكس ده يثبت ان احنا نجحنا في الماضي، بدليل لسه الحضارة موجودة اهي ما اتدمرتش. يبقى احنا لازم نحافظ عليها فعلا عشان المستقبل ما يتغيرش، ومين عارف ممكن نغيره كمان للأحسن. أهم حاجة نمشي زي ما احنا في طريقنا ونكود السلاح. بس ازاي هنقدر نوصل لعلماء من الزمن ده تساعدنا؟ معرفش، بس أول حاجة لازم ناخد حبوب تغيير الملامح عشان شكلنا مختلف تماما عن العالم ده ومحدش يكشفنا. انت عرفت منين يا فهمي ان المكان ده خطير؟ انا هفهمك. انا مش فهمي، انا اسمي الحقيقي باموس من الحضارة الفرعونية القديمة، وجيت الزمن ده في مهمة يا دكتور، وكنت محتاجك معايا في المهمة دي. باموس؟ انت بجد باموس يا فهمي العالم المشهور في زمن الفراعنة؟ ايوه يا دكتور، انا باموس. الدكتور كان في حالة ذهول وما كانش مصدق اللي اتقاله، وبسبب الخضة اللي حس بيها بعد ما غير فهمي ملامحه لشكله القديم وهدومه كمان اتغيرت، اغمى على الدكتور في ساعتها. وبكده يكون خلص الجزء الثالث. لو عجبك وعايز تشوف الجزء الرابع دوس لايك واشترك في القناة، واشوفكوا تاني في الجزء الرابع. سلام.